صار الوقت مشان تقربوا لهون يا غولي تشوفوا لي على هالمنظر. يا سلام يا سلام. وبوصفة اليوم رح نستخدم قشطة التاج الأصلية لأنه هي اللي رح تعطينا النكهة المثالية. وصار الوقت مشان نقطع الرب اي اللي عنا للسمك اللي نحن بدنا اياها، ومنرش عليهم رشه صغيره من الزعتر البري. ومهم جدا نملحهم كثير منيح، مو مشان شيء، مشان صحتك يا غالي. ولابد انه نفلفلهم بالفلفل الاسود، واهم شيء انه نبهرهم من كل الجهات. وعلى مقلايه حاميه بنسمي بالله وبنحط عليها كميه منيحه من زيت الزيتون الظريف، وبنجيب قطعه الستيك الجميله وبنسمي بالله وبننزلها على زيت الزيتون الحامي مشان تاخذ التشويحه اللازمه. وعبين ما يصيروا الستيكات عندنا جاهزين صار الوقت مشان ندق سنين توم، وبعد ما مر عليهم 3 دقائق هلا صار الوقت مشان نسمي بالله ونقلبهم على الوش الثاني. تدرسين من بيتك وتتخرجين. شوفوا لي على هاللون. يا سلام يا سلام. ومباشرة بننزل عليهم قطعة زبدة سويسرية تكون ظريفة، واهم شيء انه ما ننسى سنين التوم اللي دقيناهم. وبنضلنا عم نسقي الستيك اللي عندنا بهالزبدة الجميلة شغلة 3 دقائق، وبهيك الستيك صار عندنا جاهز يا غوالي. هلا صار وقت مشان نسمي بالله ونحطه على البورد مشان يستريح شغلة 7 دقائق. وبنفس المقلايه اللي عملنا فيها الستيك وكل هالعصاره والنكهات الجميله بننزل عليهم الفطر المقطع بهذا الشكل يا غوالي. واهم شيء انه نضلنا عم نقلب الفطر اللي عندنا مشان يتقلى وياخذ النكهات الطيبه. وبهالاثناء بنجيب المكون الاساسي قشطه التاج الاصليه اللي بتعطينا القوام الغني والطعم الرائعه، واللي بيميز قشطه التاج اللي عمرها اكثر من 65 سنه يا غوالي انه ما بتحتوي على مواد حافظه، وهي مصنوعه من حليب نقي 100%. وضروري اني اخبركم يا غوالي انه قشطه التاج الاصليه بقوامها الخرافي وطعمتها الرائعه بامكانكم استخدامها بمختلف المجالات، وبامكانكم عمل منها الاطباق الحلوه والمالحه. وبننزل على هالفترات كم معلقه كبيره من هالقشطه الكريميه. شوفوا لي على هالقوام بسم الله ما شاء الله. نقلبهم مع بعض كثير منيح. وصدقوني يا غوالي وقت تستخدموا قشطه اصليه مثل قشطه التاج رح تحصلوا على القوام الرائع والطعم الغني. وبعد ما ارتاح الستيك عندنا كثير منيح يا غوالي هلا صار الوقت مشان نسمي بالله ونقصه بهذا الشكل. وهلا بننزل عليهم صوص الفطر الكريمي. شوفوا لي على هالقوام. الله الله الله. وبهيك يا غوالي بهالاجواء السويسريه صار الواحد لازم يدوق اطيب ستيك مع قشطه التاج اللي رح تعطي النكهه الخرافيه والرائعه. قربوا لهون وشوفوا لي على هالمنظر. شوفوا بسم الله ما شاء الله على هالقوام الكريمي. بناخذ هيك شويه فطر مع قطعه لحمه مغرقه بهالصوص الكريمي الرائع. شوف 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 على هالجمال يا عيني. الله الله الله. هلا بنقول بسم الله يا كريم وبندوق بسم الله. الله الله الله. فعلا يا غوالي قشطة التاج جدا خرافية وجدا رائعة، يعني عطتنا القوام الغني والكريمي اللي نحن بدنا اياه وبدون اضافة اي منكهات اضافية. والاهم من هذا كله انه قشطة التاج عطتنا الدسامة اللي نحن بدنا اياها يا غوالي. هي النكهة بتيجي من القشطة الأصلية نفسها. شوفوا لي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله يا عين. شوف شوفوا على هالجمال. هيك وقت